مدرب الترجي التونسي يفاجئ الأهلي بتصريحات مثيرة جدا قبل مباراة الأهلي والترجي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا. شاهد ماذا قال. ولكن في البداية صل على سيدنا محمد، ولا تنسى الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة حتى يصلك كل ما هو جديد وحصري. علق نبيل معلول المدير الفني للترجي الرياضي التونسي على مواجهة فريقه مع الأهلي المصري في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا عبر تصريحات خاصة نقلتها الإذاعة التونسية منذ قليل. قال نبيل معلول: بالطبع لدينا مباراة مهمة جدا أمام فريق الأهلي المصري في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا. المباراة لن تكون سهلة على أي من الطرفين سواء الأهلي أو الترجي الرياضي، ولكن نحن جاهزون لهذه المقابلة، وهدفنا هو الفوز في تونس وحسم التأهل إلى النهائي قبل مباراة العودة في القاهرة. وأضاف نبيل معلول: نعلم جيدا أن الأهلي سيأتي إلى تونس بمعنويات مرتفعة جدا بسبب فوزه ببطولة السوبر المصري على فريق بيراميدز في الإمارات العربية المتحدة، ولكن نحن أيضا نمتلك فريق وعناصر قوية لديها خبرات كبيرة جدا في مثل هذه المناسبات الإفريقية. هذا الموسم الفارق بين الأهلي والترجي في دوري أبطال إفريقيا كبير جدا في الإمكانيات. نحن تأهلنا كأول مجموعة، لكن الأهلي تأهل بأقدام لاعب الهلال السوداني أطهر الطاهر. واختتم نبيل معلول: أنا أثق جدا في لاعبي الترجي الرياضي، وكما حققنا الفوز على الزمالك سنحقق الفوز على الأهلي، نحن قادرون على ذلك.